لو حابين تغيروا في طريقة طبخكم للبيض الطرق البيض المعتادة، فالطريقة ديتي تحفة جدا وفي 3 دقايق بتكون جاهزة، تنفع معانا فطار او عشاء، وسهلة جدا وفي 3 دقايق بتكون جاهزة. يلا بينا دلوقتي اضغطوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة باسم مطبخ ام دونة يشترك، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا مع بعض البيض العظمة ده ازاي. تحفة جدا صراحة، طعمه يشهي جدا. والطماطم كده وهي متشوحة كده في الزبدة بصراحة في حتة تانية. اضغطوا لايك كده ويلا بينا. كده معايا طاسة على النار، هنزل فيها بمكعب زبدة كبير بالشكل ده. اول ما الزبدة بتاعتنا تبدأ تسيح بالشكل ده كده، هنزل عليها بقى. معايا دلوقتي طماطم، طبعا على حسب حجم الطاسه بتاعتك، متقطعه شرايح حلقان كده بالشكل ده، وهنزلها بالطريقه دي في الزبده. طبعا هتنزل في الزبده بقى تاخد تشويحه كده وتكرمل كده، بصراحه طعمها تحفه جدا وهتخليكي تحبي البيض. لو مش بتحبوه هتحبوه غصب عنكم. هنرص الطماطم بالشكل ده كلها كده على حسب طبعا حجم الطاسة. ودلوقتي بقى هتبلها كده برشة ملح وفلفل اسمر. ودلوقتي بقى هبدأ اقلبها على الجنب التاني برضو، تاخد صدمة في الزبدة كده وتتشوح. هنقلبها طبعا كلها. وهنا بقى انا معايا طبعا 4 بيضات، نازله عليهم برشه فلفل اسمر ورشه ملح برضو، ونقلبهم بالشكل ده. طبعا كميه البيض دي ترجع لك انتي، حابه تزودي حابه تقللي، تمام. دلوقتي هنزل البيض بتاعي على الطماطم بالشكل ده وهنفرده بشكل كويس، تمام كده. دلوقتي بقى هنزل على البيض بتاعي ده بقى، بدأ يستوي معانا كده. رشة جبنة موتزاريلا، بصراحة بتخلي طعم البيض تحفة جدا، رايح في حتة تانية خالص، ما تقوليش ان هو بيض، طريقة بيتزا كده. وبس كده بتكون الوصفة بتاعتنا جاهزة وخلصت. هنغطيها بس ثواني كده بس، مجرد ما الجبنة بتاعتنا تسيح، وبكده الوصفة تكون خلصت. وسهلة جدا وبصراحة طعمها خطير، جربوها هتعجبكم جدا. ده شكلها بعد ما استوت، ما شاء الله تحفة جدا وجميلة. جربوها هتعجبكم. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات بعد ما تجربوها، تبعتوا لي تطبيقاتكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.